السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا منى من قناة منون احمد. دي مشتريات بسيطة كده جبتها لجهازي. عبارة عن العناية بالجسم وبالبشرة. جبت الاسبونشات دي من المحل اللي هو اخر العنقود ومحلات 2.5، اكيد كلكم عارفينها. الاتنين دول، دي الاسبونشة بتاعت الكونسيلر، وممكن برضو يتحط بيها الفونديشن. جبت الشكل القلب ده وجبت الشكل ده، جمال جدا وطريين. جبت كمان الصنفرة دي صنفرة الباديكير، حلوة قوي، انا بحبها وانا بستخدمها اصلا دلوقتي، وقلت اجيب منها في جهازي. احلى كتير يا جماعة من الموس. في بنات كتير بتستخدم الموس على رجلها، بس انا منصحش بيه خالص. الصنفرة دي احلى بكتير، بيبقى فيه منها وش ناعم والناحية التانية وش خشن. يعني انا هفتحها معاكم كده واوريها لكم اهي. في منها وش ناعم ووش خشن. بتعملي بيها بتنعم كعب الرجل جدا، يعني بصراحة احلى كتير من الموس، انصحكم بيها. جبت منها اللونين دول، الابيض والروز. وخلي بالكم يا جماعة ان هي بتتغير، يعني على حسب ما انتي بتعملي بقى باديكير، بس هي بيبقى ليها وقت افتراضي يعني بتتغير. والسبونشات كمان، الاسبونشات عشان بتشيل ميكروبات وحاجات كده، فيستحسن ان انتوا تغيروها، عشان كده انا جايبه منها كذا شكل. ده مشت عجبني قوي. مشت بسنون واسعه كده، ومعاه الفرشه دي. الفرشه دي بتاعه توزيع الصبغه. انا ما بصبغش شعري، بس انا بستخدمها في كذا حاجة تاني، يعني انا بحبها جدا اقلب بيها الماسكات، احط الماسك لما بكون عاملة ماسك يعني، واحطه على وشي، بتبقى جميلة جدا. جبت كمان المواس دي، حلوة. دي انا بعمل بيها حواجبي ساعات، فانا جايبة منها 2. احنا عارفين طبعا ان النمواس بتقل الحواجب، وانا حواجبي مش تقيلة، فانا بحب ان انا استخدمها بتقلي حواجبي. جبت كمان النقطات دي بيكون في منها جنبين، دي بتنقط بيها على المانيكير، بترسمي بيها او بتنقصي بيها. بيبقى فيه اللي هي الصغيرة، الناحية الصغيرة والناحية الاكبر منها شوية. دول جمال جدا، وكانت اسعارهم برضو مش غالية. جبت طقم الباديكير ده مقص وقصافة، والبتاع دي بيشيلي بيها الجلد حوالين الضافر، ودي بتزقي بيها الجلد، وده ملقاط. ومعانا اخر حاجة بقى هو المقص ده مقص حواجب. جبته لوحده كده، هو شكله عجبني فجبته. جبت كمان الماسك ده. ده سكراب مقشر للوجه وللجسم بالورد. هو ريحته حلوة، مش وحش، بس مشكلتي معاه ان التقشير بتاعه ضعيف جدا. يعني ايه؟ يعني الحبيبات اللي بتبقى فيه مش قوية ان هي تقشر. المفروض ان انا بحط منه حاجة بسيطة كده، يعني بحط منه حاجة بسيطة، وبفضل ان انا ادعك، بس الحبيبات بتاعته ضعيفة. هو كويس للوش، بس مش حلو خالص، مش هيعمل اي حاجة للجسم. يعني بصراحة الجسم بيبقى عايز تقشير اقوى، لان بشرة الجسم طبيعي غير بشرة الوش. فده ممكن استخدمه بإذن الله للوش، مش هستخدمه خالص لجسمي. تمام. انا بحب استخدم لجسمي ملح الحليب، واكيد معظمكم عارفينه، يعني بإذن الله هبقى اجيبها لكم وهقول لكم عليه. وكمان انا ساعات بعمل تقشير في البيت يعني طبيعي، برضو هبقى بإذن الله اوريه لكم في فيديو. دي بالنسبة للمشتريات البسيطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك واشتراك في قناتي. باي باي.